يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح الهنا. وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض شكشوكة وبطاطس مهروسة كده بالتتبيلة وبتنجان مخلل. الأكلة دي أنا بسميها أو بضمها الأكلات آخر الشهر بالحاجات اللي عندك في التلاجة. يعني أنا كان عندي 3 بيضات، عندي بتنجان، عندي طبعا فلفل، والبطاطس موجودة في كل بيت، والطماطم والكلام ده كله. انا يعتبر ما اشتريتش اي حاجة من بره. والبتنجان دوت انا على فكرة انا بجيب بالكيلو وبخليه في درج التلاجة، اطلع بالطلب اعمل منه كل يوم طازة بطازة. اول حاجة هنعمل البتنجان ده اول حاجة في الوصفة عشان يلحق يتبل قبل ما ناكله. دول حوالي 6 بتنجانات. انا غسلتهم وفتحتهم بالشكل ده وهقليهم طبعا في الزيت. كلنا طبعا عارفين طريقة البتنجان، مش جديدة عليكم. وفلفل رومي على حامي، نص معلقة توم، عصير ليمونتين، وملح وكمون وكزبرة وشوية خل. وهضرب الكلام ده كله في الكبة بالشكل ده. هضربه في الكبة وهتبل بيه البتنجان وهركنه على جنب. دي اول حاجة خلصت. تاني حاجة هنعمل مع بعض بقى طبق الشكشوكة اللذيذ ده، زي ما قلتلكوا ب3 بيضات فقط. بصلاية كبيرة او متوسطة على النار. وهنا كمية البصل والفلفل والحاجات دي يا جماعة انا عاملاها على قد ال3 بيضات. عايزة تزودي الكمية طبعا زودي. البصلاية بتاخد لون معايا بالشكل ده، بنزل عليها بنص معلقة توم صغيرة وبقلب كويس. وبعدين بنزل بالفلفل. انا عندي مقطعة للشكشوكة، يعني نص حبة فلفل احمر ونص حبة اصفر وقرن فلفل حامي وطماطماية واحدة بس كبيرة. زي ما بقول لكم الكمية دي على قد ال3 بيضات. هنقطع الكلام ده، واول حاجة هننزل على البصل بالفلفل، الفلفل الالوان وقرن الفلفل الحامي. مش عايزه تحطي فلفل حامي، حطي فلفل رومي انتي وراحتك. وهنقلب كده شويه لغايه ما الفلفل يدبل معايا. وعلى فكره احلى حاجه في الشكشوكه ان الخضار اللي فيها ما يبقاش مهري، لا يبقى محتفظ شويه بالقرمشه بتاعته يعني. ونزلنا بعد كده بالطماطم وقلبنا. وبعدين ضفنا التوابل، ملح وكمون وفلفل اسود وشويه كزبره، ونقلبهم كويس قوي. وبعدين هنوطي النار عليهم لغاية ما الخضار كله يدبل مع بعضه كده ويشرب برضو من التوابل بتاعته. او نسيت اقول كمان معلقة بابريكا، معلقة بابريكا اللي بتديها اللون الحلو. ونوطي النار عليها ونغطيها. وبعد كده ال3 بيضات عاملاهم في طبق طبعا، وضربتهم كده بايدي بالشوكة شوية، وحطيت عليهم سنة فلفل اسود ونزلت بيهم على يعتبر التسبيكة بالبصل بالفلفل. وهنا هعلي النار شوية عشان البيض يعني يمسك ويستوي معايا بالشكل ده. وكده الشكشوكة بتاعتي كمان جاهزة، ما خدتش حاجة. وتالت طبق معايا البطاطس المهروسة. انا هنا سلقت 3 حبات بطاطس على النار وصفيتهم كويس قوي من المية وهرستهم بالشكل ده بالشوكة. عندك الهراسة بتاعت البطاطس تمام، بتهرسيها كويس قوي عشان ما يبقاش فيها اي حتة جامدة او حاجة زي ما انتوا شايفين. وفي طاسة على النار بحط مكعب زبدة كبير. الزبدة بتدي البطاطس طعم حلو جدا. عايزة تحطي زيت سمنة براحتك. ونزلت عليها بمعلقة توم كبيرة وقلبت كويس لغاية ما التوم خد لون كده وريحته طلعت. نزلت بالبطاطس المهروسة بتاعتي وبقلبها كويس جدا. وتقريبا نفس التوابل هضيفها لها، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة. هي التوابل تقريبا واحدة في كل الاكل بتاع النهاردة. وبقلبها بقى على نار هادية كويس جدا وبهرسها كده وهي على النار عشان الملح والحاجة يدخلوا لها. كده خلصنا الغدا بتاعنا. عايزة اقول لكم ما خدش معايا والله نص ساعة، ساعة الا ربع بالكتير، وعملنا طبق الشكشوكة الجميل اللذيذ ده. حلو فعلا. وعملنا البطاطس المهروسة بالثومة والزبدة،
كان طعمها برضو حلو قوي. وعملنا كمان طبق البتنجان المخلل. كل ده يعتبر انا بالنسبه لي ما كلفنيش حاجه، لانها كلها حاجات موجوده في البيت، ما اشتريتش اي حاجه الحمد لله يعني. وعملنا غدا وطلع لذيذ وكلنا وما شاء الله. مش لازم طبعا كل يوم لحوم ولا فراخ ولا سمك في ظل الظروف اللي احنا فيها، نمشي نفسنا ونمشي يومنا بأي حاجة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة. واشوفكم في وصفة جديدة وأكلة جديدة من وصفات أم الدنيا.